وكما عودتكم دائما بالافكار السهله والبنينه، نروح نشارك معكم الفكره تاع العشاء اللي كنت درتها اليوم. درت عشاء ساهل ماهل وتمتم ديروه 30 دقيقه وانتم وجدتوه. ديروه حفظ الفيديو ونروحوا نبداوه مع بعض. في مقله حطيت كميه تاع الزيت، كميه تاع الزبده، قليت فيها طرف تاع الدجاج، ومن بعد ضفت عليه حبيبه تاع البصل اللي كنت قطعتها الى قطع، مع زوج سنينات تاع الثوم اللي كنت ربيتهم. نقليهم مليح حتى يدبل لي كامل البصل هذاك، ومن بعد نضيف عليه كميه تاع الزيتون خضر اللي كنت قطعته، ونتبل بالملح وفلفل الكحل. هذا ما كان بالنسبه للتوابل، والملح ما تكتروش على خاطر الزيتون مالح. نقليهم كامل حتى يتقلاو لي مليح، من بعد نروح نمرقهم بالماء اللي يكون سخون. نمرق قسمه يتغطى لي الدجاج ديالي، نغطيه ونخليه يطيب. عندي هنا حبيبه تاع البطاطا نقطعهم دوائر، ومن بعد نروح نقليهم. وهنايا الدجاج تاعي بعد ما يكون طابلين نحيه من المرقه هذيك. المرقه خلوها ماشي شورورو، ما تخلوهاش هذيك مجمره بزاف، خلو شويه مرقه. نضيف عليها كميه تاع لو فرماج وندوبو مليح حتى يذوب لي. تقدروا ديروا لا كريم فريش، مي الفرماج راح يمد بنا خير وخير. ومن بعد نروح للبطاطا تاعي اللي قلت لكم قليتها، نقليها ومن بعد نحيها، نحطها بابيا بصابون نخليها تتشرب لي كامل الزيت هذيك. من بعد نروح نحط البطاطا المقليه هذيك فوق المريقه تاعي بعد ما داب الفرماج هذاك، ونزيد نحط الدجاج. انا هذاك الدجاج كنت نحيته حمرته في القلايه الهوائيه، تقدروا تحمروه في المقله كما تقدروا ديروه في الكوشه تانيك. نزين لو بلا تاعي بالمعدنوس وشوفوا لي النتيجه كيف جا.